سيناء، أرض الفيروز، بوابة مصر الشرقية، ومعبر جيوشها وساحة جهادها ونضالها عبر التاريخ. فهي أقدس بقاع الأرض، تجلى عليها النور الإلهي، ووطأت عليها أقدام الأنبياء والرسل. أرض سيناء اصطفاها الله تعالى اصطفاء فريدا لم يوجد لغيرها من بقاع الأرض على الإطلاق. على أرضها مشى إبراهيم عليه السلام، واجتازها يعقوب عليه السلام، وعبر على وديانها وجبالها يوسف عليه السلام، عاش في جنباتها موسى وهارون، عبرت على أرضها أقدام الصديقة مريم وهي تحمل ولدها كلمة الله تعالى سيدنا عيسى. على أرضها نزل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عند جبل الطور، فقال له جبريل: انزل فصل ركعتين. فلما سأل عن المكان قيل أنه وادي طوى، حيث ناجى موسى ربه. فهي أرض وطئتها أقدام الأنبياء والمحبوبين، وهي الأرض التي اختصها الله باسمها بالقسم، حيث قال سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين. ما من بقعة في بقاع الأرض على الإطلاق شهدت النداء الإلهي جهرة لنبي من أنبياء الله ومن أولي العزم من الرسل كالذي شهدته سيناء. وسيناء من المنظور العسكري والاستراتيجي هي طريق الجيوش ومسرح الحروب، فعلى أرضها حدثت جميع الحروب المصرية، بداية من معركة مجدو، كما عبرها الملك رمسيس الثاني ليقاتل الحيثيين. ثم جاء الفتح الإسلامي لمصر عبر سيناء، وشهدت أرض سيناء عبور جيش صلاح الدين الأيوبي ليقاتل الصليبيين في معركة حطين، كما عبرها السلطان قطز ليهزم المغول في معركة عين جالوت. وأصبحت منذ قيام دولة إسرائيل ميدان القتال الرئيسي في الحروب العربية الإسرائيلية. ثم جاءت حرب أكتوبر المجيدة سنة 1973 لتشهد سيناء أروع وأعظم أمجاد العسكرية المصرية عبر العصور، يوم انطلق أبناء مصر في القوات المسلحة ليحققوا معجزة عسكرية فريدة، ويقتحموا خط بارليف ويوقعوا بإسرائيل هزيمة مدوية. وأجبرت إسرائيل في نهاية الأمر على الانسحاب من سيناء انسحابا كاملا، لتستعيد مصر أرض سيناء الغالية في 25 من أبريل عام 1982، وليصبح ذلك اليوم عيدا لسيناء ولمصر. وبعد حرب أكتوبر المجيدة بدأت ملحمة وطنية، وتحققت الكثير من الإنجازات في إطار سياسة القوات المسلحة لدعم جهود الدولة في التنمية على أرض مصر، وفي القلب منها سيناء. 25 من يناير تفجرت ثورة 25 من يناير عام 2011، فصاحبها فراغ أمني وصراعات داخلية، وظهرت في خضم الأحداث وجوه عابسة ونفوس حاقدة يملأها الشر ويجمعها الحقد والجهل بصحيح الدين ومعنى الوطن، لترفع في أجزاء غالية في أرض سيناء رايات سوداء
وتلوح بشعارات مصطنعة جوفاء وتعيث في الأرض الطاهرة المباركة الفساد بدعوى الجهاد ونصرة الدين، والدين منهم ومن أمثالهم براء. الرئيس محمد مرسي في فترة حكمه أصدر عفوا عاما عن كل الإرهابيين الملطخة أيديهم بدماء المصريين، مما عزز بنية الإرهاب في سيناء في ذلك الوقت. في السنة التي حكم فيها الإخوان تم اختطاف 7 جنود مصريين في سيناء، ولأول مرة في التاريخ يخرج رئيس لأي دولة ويقول أنه حريص على أرواح الخاطفين والمخطوفين. هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع ورده إلى أهله. وتتوالى الأحداث ويفجر الشعب ثورة 30 من يونيو مطالباً بإنقاذ البلاد من نظام عنصري ودموي أراد أن يجر مصر في غيابات المجهول. ونجحت ثورة 30 من يونيو في تصحيح مسار ثورة 25 من يناير، واختار الشعب قيادته الوطنية بكل حريته. وانبرى أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية المجاهدون في الله حق جهاده في محاربة تلك الفئة الضالة الباغية في معارك قاسية وضارية، وعزمهم الأكيد وهدفهم الأسمى هو القضاء على الضالين المضللين أعداء الإنسانية والحياة، واقتلاع جذور الإرهاب وأهله من مصر عامة ومن سيناء على وجه الخصوص، ونشر الأمن والأمان في ربوع مصر وبقاع سيناء. وفي الوقت الذي تقوم فيه مصر بمحاربة الإرهاب تشهد البلاد عهداً جديداً من التنمية لتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية والتنموية من أجل حل الكثير من المشكلات المتراكمة لخلق مستقبل أفضل يليق بمصر وطموحات شعبها. أكبر تأمين لسيناء هو التنمية. علشان كده احنا فكرنا مع القيادة السياسية ان احنا ننمي سيناء من خلال مشروعين مهمين جدا في تاريخ مصر: مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. لما نتكلم عن قناة السويس الجديدة فهي في الشرق في الضفة الشرقية. لما نتكلم عن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس فهو في شرق بورسعيد أغلبه، في ميناء العريش، في ميناء شرق بورسعيد، كل ده فين؟ في سيناء. لازم نربط سيناء بقلب الوطن. من خلال مشروع قناة السويس الجديدة هناك 6 أنفاق سوف تربط سيناء بقلب الوطن. قناة السويس الجديدة في سيناء، بنعمل مزارع سمكية دلوقتي في أحواض الترسيل تابع قناة السويس في سيناء. بنبني دلوقتي مع القوات المسلحة ميناء في العريش سوف يسع لسفن حمولة 80,000 طن بظهير جغرافي يسمح بإقامة صناعات قائمة على فكرة القيمة المضافة والصناعات التكميلية، وربط هذا الميناء بطرق بمصانع الأسمنت اللي موجودة في سيناء ومصادر المواد الأولية من الرمال والرخام اللي ظهرت في سيناء. أنا كان لي الحظ إن أقعد مع السيد رئيس الجمهورية، ولما هو اللي فتح الموضوع على المشروع القومي للنهضة العلمية، وبنفس الطريقة اللي احنا اتكلمنا فيها دي في سنة لازم تتم. وعندنا دلوقتي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي اللي بتخطط للحاجات دي، فاحنا بنبني مصر العلم. مصر الطاقة البشرية ما زالت كامنة، وإن شاء الله لما نستغلها كويس مصر هتطلع العالمية وهتتقي إنها تاخد مركزها التاريخي الحقيقي. احنا عندنا مشروع كبير جدا بنعمله علشان أهالينا اللي زارعين أراضيهم واللي عايشين حتى شرق القناة. احنا بنعمل مشروع عملاق كبير جدا لتمرير مياه الري لترعة سيناء اللي بنسميها صحارة سرابيوم. ده عمل كبير لأول مرة بيتم في مصر بل في الشرق الأوسط.
ايه كم العمل ده كله، المدن اللي هتطلع، الزراعة اللي هتطلع، الري اللي ممكن موجود، الترعة دي، ده البيارات والترعة دي انجاز لوحده، اعجاز مش انجاز بصراحة يعني. انا كل ما اجي هنا بحس بعظمة المصريين، اقول احنا اللي بنينا الاهرامات، واحنا اللي نقلنا معبد ابو سمبل، اللي انقذنا اثار النوبة، احنا اللي بنينا السد العالي، واحنا اهو اللي بنبني محور قناة السويس في فترة، في انجاز سريع جدا. لانه كل ما اقول انا كنت واقف على رمل، والنهارده واقف على قناة محفورة وفيها مية، وبكره هلاقي على مصانع ومشروعات التنمية الضخمة. احساس يديك رضا ويديك احساس بالفخر كده بانك مصري صحيح. وستحظى سيناء في تلك النهضة الحضارية بنصيب وافر من المشروعات التنموية التي ستعود على أبناء مصر عامة وأبناء سيناء على وجه الخصوص بالخير العميم. وهكذا تقف سيناء يوم عيدها لتمثل في قلوب ووجدان أبناء مصر إشراقة الماضي العريق ودرة الحاضر المجيد وأمل المستقبل الزاهر، والذي سيتحقق بفكر وجهد أبناء مصر المخلصين، أبناء التحديات، صناع المعجزات، وأصحاب أنبل وأجمل وأعرق الحضارات.